إننا في جمعية الصداقة الفلسطينية المغربية دعاة وحدة وننشد الأمن والسلام، وأننا نرفض إسقاط الواقع الفلسطيني على الحالة الصحراوية، ونرفض أي مقاربة مشبوهة ومضللة بين قضية الصحراء المغربية وهي قضية استكمال وحدة ترابية. أكد لي العقيد الراحل القذافي بأنه ارتكب خطأ جسيما عندما صنع ومول البوليزاري. القذافي هو من صنع الجمهورية الوهمية قصد مناكفة المملكة المغربية في أوج الحرب الباردة. قضية تصفية استعمار، وأن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره هو حق غير قابل للتصرف ولن يسقط أبدا بالتقادم طال الزمن أو قصر. يشرفني أن أتدخل أمام لجنتكم بصفتي نائبة برلمانية عن جهة العيون بالصحراء المغربية وممثلة شرعية للساكنة هذه الأقاليم التي انتخبتني لأتحدث باسمها وأدافع عن مكتسباتها. من القاعة من قبل موظفي الأمن. So now, distinguished delegates. الآن المندوبون الموقرون بالاستناد إلى القرارات التي اتخذناها خلال الجلسة العامة الثانية يوم الجمعة، سنواصل الاستماع لمقدمي الالتماسات الذين سيدلون ببيانات بشأن مسألة الصحراء الغربية. المتحدث التالي على قائمة محمد زياد الجابري، وبعده زهرة سعد، وبعده محمد وكلي. السيدة الجبري. You have the floor. السيدة رئيس لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة المحترم، السادة ممثلو البلدان الأعضاء المحترمون، السادة ممثلو المجتمع المدني المحترمون، يصادف هذا العام الذكرى 49 لاندلاع النزاع المصطنع في الأقاليم الجنوبية المغربية، والذي بقي دون حل إلى يومنا هذا. ويمكن المرور على مجموعة من القضايا التي تثار بهذه المناسبة، ومنها تعزيز حقوق الإنسان وتطوير المشاركة السياسية وتسريع التنمية البشرية وتقوية المؤسسات المنتخبة وتشجيع الاستثمار. وتمضي سنة أخرى على المملكة المغربية من النجاحات الدبلوماسية والتراكمات السياسية في اتجاه الطي النهائي للنزاع المصطنع حول أقاليمها الجنوبية، فمن أمريكا إلى إفريقيا مرورا بأوروبا وإسبانيا وفرنسا، حققت الرباط مجموعة من المكاسب والاعترافات التي أعادت الدول المعنية تأكيدها والتثبت بها على مرأى ومسمع من المنتظم الدولي الذي بدأ يقف على حقيقة هذا النزاع والأطراف المتورطة فيه، في وقت بدأ فيه الصوت الانفصالي في الخفوت في ظل متغيرات إقليمية ودولية، حيث العديد من الدول تتحلى بواقعية سياسية وجرأة دبلوماسية للخروج بموقف واضح لا لبس فيه حيال النزاع. لقد أجمع المنتظم الدولي على تأييد المقترح المغربي الحكم الذاتي الموسع، والذي قدم في العام 2007 كأرضية صلبة للتفاوض من أجل حل نهائي وعادل ومقبول من قبل جميع الأطراف. إن دعوة الأمم المتحدة للعودة إلى الدائرة المستديرة لحل النزاع بالطرق السلمية أثار حفيظة ما يسمى بالبوليزاريو، حيث بدأت ومنذ مدة بتهديد أمن المنطقة العازلة والاعتداء على معبر الجرجرات وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارين 24/40 24/14، وهذا ما يشجع الجماعات الإرهابية لتصعيد عملياتها في جمال الصحراء، كما يهدد الأمن والسلم الدولي في منطقة الصحراء. إننا في جمعية الصداقة الفلسطينية المغربية دعاة وحدة وننشد الأمن والسلام، وأننا نرفض إسقاط الواقع الفلسطيني على الحالة الصحراوية، ونرفض أي مقاربة مشبوهة ومضللة بين قضية الصحراء المغربية وهي قضية استكمال وحدة ترابية ووضعية القضية الفلسطينية باعتبارها I thank Mr. Al-Jabri. أشكر السيد الجابري على المعلومات التي قدمها للجنة. إذن الكلمة الآن لأمل جبور، وبعدها مهيد نسوبي، ثم خديجة عزاوي.
سيدة جبور تفضلي. أتحدث بصفتي صحفية من المملكة الأردنية الهاشمية معنية بقضايا المرأة التي أفرزتها الأزمات السياسية من حروب ونزاعات ولجوء. فواقع المرأة كما نعلم لا يخلو من التحديات، لكنها تحت سلطة الدولة تمتلك أدوات دستورية وقانونية وحقوقية. لكن في مجتمع النزاعات تفقد المرأة جميع أدوات قوتها وتقوى بالمقابل أدوات قمعها، وهذا ما تشير إليه التقارير الدولية حول واقع المرأة في مخيمات تندوف التي تعيش نزاعا مفتعلا تحت سلطة حركة انفصالية تعبث بمستقبل المرأة التندوفية وأبنائها داخل مخيمات يغيب فيها الأمن وسيادة القانون. وما زاد المشكلة تعقيدا تفويض الدولة المضيفة إدارة المخيمات لجبهة البوليساريو التي تمارس انتهاكات بحق المرأة والطفل بدون محاسبة. السيدة الرئيسة، إن مبادرة الحكم الذاتي الذي تقدمت به المغرب فرصة ثمينة لإنهاء معاناة النساء وجميع سكان تندوف، فقد لقت هذه المبادرة دعما مطلقا من 110 دولة عبر العالم، مما يعطي أملا للنساء ولساكنة الأقاليم الجنوبية وللمحتجزين في مخيم تندوف بأن حلا سياسيا لهذا النزاع المفتعل الذي طال أمده بات قريبا. السيدة الرئيسة، لقد زرت الأقاليم الجنوبية في المغرب ولمسنا واقعا آمنا مستقرا عادلا للمرأة تتمتع بحقوق متساوية مع الرجل، وأتيحت لنا أيضا فرصة معاينة المشاريع التنموية في مدينة الداخلة تستهدف تنمية المجتمع والحفاظ على مكوناته الاجتماعية ووحدته الترابية. هذا الواقع المزدهر جنوب المملكة يقابله واقع مرير في مخيمات تندوف، حيث الفوضى وعدم الاستقرار وانتهاكات بحق المرأة والشباب والطفل، بل أيضا التحويل والتهريب الممنهجين للمساعدات الإنسانية من طرف البوليساريو وفق معطيات موثوقة صادرة عن برامج الغذاء العالمي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال. إن المملكة المغربية قد قطعت أشواطا هامة في مجال حقوق الإنسان، وقد وفرت كل الشروط لتسهيل عودة الساكنة المحتجزة لتندوف، وأمام الخطر الذي تشكله جماعة البوليساريو الانفصالية على أمن واستقرار المنطقة، أدعو من هنا المنتظم الدولي إلى الإسهام في وضع حد لهذا النزاع المفتعل، وحث الدولة المضيفة لمخيمات تندوف على الانخراط في المسلسل السياسي والكف عن مساندة الأنشطة التخريبية للبوليساريو. شكرا. أشكر السيدة جبورة على ما قدمت للجنة من معلومات. لك أن تنسحبي. وأعطي الكلمة الآن للسيدة حياة العريش. يشرفني أن أتدخل أمام لجنتكم بصفتي نائبة برلمانية عن جهة العيون بالصحراء المغربية وممثلة شرعية للساكنة هذه الأقاليم التي انتخبتني لأتحدث باسمها وأدافع عن مكتسباتها. أنا أقول ومعي باقي الزملاء والزميلات المنتخبون القادمين من الأقاليم الجنوبية أننا نمتلك الشرعية التحدث باسم الصحراويين والترافع عن حقوقهم، فإن لذلك مرتكزات واضحة أسردها فيما يلي. إن مشاركتي هذه نابعة من تفويض شفاف منحني إياه الصحراويين الذين شاركوا في انتخابات حرة ونزيهة، ولا شك أنكم تدركون قيمة ومعنى التصويت الحر في إطار التعددية الحزبية الحقيقية وتنافس شريف على إقناع الصحراويين ببرامجنا الانتخابية التي تستهدف أولا وأخيرا خدمة المواطن. نستمد شرعيتنا التمثيلية للصحراويين كذلك من القناعة الجماعية والإيمان الراسخ لديهم بمصداقية الثقة للمؤسسات المنتخبة، حيث سجلت الأقاليم الجنوبية أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الأخيرة التي عرفتها المملكة المغربية في تعاقد أخلاقي بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. نحن اليوم نجني ثمارها التنموية وآثارها الإيجابية على المعيشة اليومية للساكنة. نعتبر أن تجربتنا السياسية بالأقاليم الجنوبية مثال حقيقي للتداول السلمي والبناء على مراكز صناعة القرار المحلي وعلى تدبير وتسيير أمور أقاليمنا بأنفسنا دون احتكار للشأن العام أو تغييب المبدأ التعددي الذي يشكل صلب